ازيكم عاملين ايه؟ معلش الواحد لسه صاحي من النوم وكده، بس لو فاكرين كنا صورنا كده فيديو يعني ما كملش كام يوم كده على القناة. قلنا لكم ان خلاص بقى الصيف جه ومفيش تلج ومش عارف ايه والكلام ده كله، ودي غريبة يعني، والمفروض ان التلج بيمشي في شهر 5 والكلام ده كله، واحنا لسه في شهر 4. ازاي ده حصل؟ انا حابب بس ان انا اوريكم الاجواء عاملة ازاي دلوقتي. شايفين هنا داخلين على الغابة الصغيرة، الغابة القصيرة، كل حاجة ده كله كان تلج يعني ايه طولي كده مثلا، فاهم؟ انا مش طويل يعني، انا على بعض كده متر 64 كم 164 سنتي، يعني متر 64. فتخيل بقى ان التلج بيكون يعني اطول مني يعني، وانا بس بوصف لكم يعني التلج بيكون عامل ازاي، بس عشان محدش يكتب لي يا قزع قصير والكلام ده كله والتنمر الشغل ده بلاش منه يا جدعان يعني. او عادي يعني الواحد يعني هو صغير ياما شبع يا قزع فعادي يعني مش هتفرق دلوقتي يعني. فهي دي الاجواء السيبيرية طبعا. انا مش بوري لك ده كله عشان اقول لك لا سيبيريا وحشه اوعى تيجي هنا والكلام ده كله، لا عادي جدا. الموضوع مغامره، الموضوع حلو. انا هنا من 2019، كان الموضوع في البدايه صعب شويه، لكن دلوقتي الدنيا عادي جدا خالص. بالعكس الواحد بيحب ان يشوف التلج وكده، يعني بيحس ان في تغيير في الحياه. بس هو يعني التغيير ده لو يستمر اسبوع 2 عادي يعني، بس ما يستمرش لمدة 7 شهور أو 6 شهور عشان بيكون خنيق شويتين يعني. بس والعيال يعني بيبقوا مبسوطين بالتلج اكتر من الشمس، ودي حاجة انا ما بحبهاش لان انا بحب الشمس اكتر. مش عارف يعني العيال دي لو نزلت مصر هتتعايش ازاي، لاني عندي الاتنين لما بتكون درجة الحرارة عالية او يكون في شمس عينهم بتكون لونها احمر كده وجلدهم بيحمر، وحاجة في منتهى يعني الله يستر يعني. فبس تلاقي مناطق هنا المية ساحت فيها شوية وهنا تلج. بس حبيت اوريكم الدنيا عاملة ازاي كده في السريع. خلاص يعني بكرة يوم عيد، فحبيت انزل اشتري شوية حاجات. فتكملة للفيديو اللي فات، التلج كان تقريبا بيهزر الفيديو اللي فات، لكن حب ان هو يقلب جد شوية يعني. بصوا كده معايا، ده امبارح بس كده ايه التلج كده ايه غفلنا ونزل. درجة الحرارة كانت بلس 10، مرة واحدة هوب دبل كيك على -2 -3. -2 -3 ده عادي يعني، مش المفروض يعني يبقى متهور كده، ولكن زي ما انتم شايفين تلج. هو مش تلج كتير ايوه يعني عادي، وهيمشي ان شاء الله بسرعة والكلام ده كله يعني، مش الاكوام التلج اللي بنشوفها، ولكن يظل تلج برضه. رايح عيد ميلاد واحد صاحبي والجو، حد يتولد يا ابني النهارده، حد يتولد النهارده يا ابني. بصوا يا جماعة، لو ملاحظين ان الشمس ظاهرة تمام، بس يعني الدنيا زي ما انتوا شايفين الجو يعني في تلج كتير خالص. انا مش عارفة ليه بيحصل كده يعني. كان المفروض ان الجو هيبدأ يصيف والدنيا تبقى حلوة وتمام، بس للأسف يعني تلج. بدأنا بدرجة الحرارة نزلت لسالب تاني، -4 -5، وده يعتبر حاجة قليلة يعني مش كتير بالنسبة لنا هنا، لان هي بتوصل ل30 و35 وممكن ل40. بس المشكلة ان احنا يعني عايزين نطلع نتفسح، لكن احنا كده مش عارفين لا نطلع ولا نتفسح خالص. هنا الجو برضو خالص زي انتم ما شايفين يعني. كنا مخططين نطلع دلوقتي مش هنعرف نطلع. انتوا في الجو زي لو جوكوا زي عندنا تعملوا ايه؟ بتقعدوا في البيت تشربوا حاجة سخنة، تعملوا اكل. زي ما انتم شايفين على العربيات وفي كل مكان تلج في تلج، وعلى السكوترز وكل حاجة، فمش عارف ايه ده بصراحة. تاريخ حلوة زي هنا. ايوه ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ فاكرين اخر فيديو احنا اتكلمنا ان احنا الصيف رجع؟ بصوا انا عايزه اوريكم المنظر، مش عارفه انتوا شايفين ولا لا. شايفين التلج اللي بيتساقط والدنيا يعني عامله ازاي؟ الدنيا بقت برد خالص. ده الفيو بتاعنا من المطبخ تمام.
هوريكم الفيو بقى عن قرب، هقلب لكم الكاميرا وشوفوا الوضع بقى عامل ازاي. شايفين الجو؟ شايفين قوي. ودي لولو بتكرر كل الكلام بس مش هتفهموها قوي. شايفين التلج بينزل ازاي؟ احنا رجعنا للشتاء حرفيا. شايفين تراكم التلج هناك؟ احنا بقينا في الشتاء. يعني انا نفس الصيف، يعني انا قضيت يوم واحد بس في الصيف، نفس الصيف بقى يجي. الشتاء هنا صعبة زي ما شايفين دلوقتي. ده يعني في نفس اللحظة حرفيا، يعني احنا في نفس اللحظة، بس ده من اتجاه البلكونة بتاعتنا. شايفين دلوقتي الشمس طلعت ازاي والدنيا حلوة ورايقة والجو هوا بس، وتساقط التلج يعني يعتبر مفيش. يعني نفسي افهم الجو هنا عامل كده ليه. يعني الموضوع صعب بجد. هنا انت لو ما اخدتش بالك انك تشوف على طول موضوع درجات الحرارة هتتعب جدا، بالذات لو نازل، لو رايح دراستك يعني الكلية بتاعتك، لو طالع بره عموما ايا كان. شايفين الدنيا يعني ممكن الناحية دي ممكن تشوفوا كده. شايفين التلج هناك، لكن دلوقتي ده من تساقط التلج. لكن دلوقتي الدنيا الشمس بدأت تظهر، الدنيا حلوة، يعني جو غريب غريب بجد. فاكرين اليوم الصيف اللي احنا طلعنا فيه؟ انا طلعت الزرع بره بس ما كنتش اعرف ان درجة الحرارة هيحصل فيها كده. شايفين الزرع حصل له ايه؟ الزرع باظ حرفيا. اخيرا التلج بطل ينزل، وده غروب الشمس. غروب الشمس هنا تحفة بصراحة، جميل خالص. شايفين مع الطبيعة بقى عامل شغل عالي. بما ان النهارده الدنيا نزلت تلج تاني ومش عارفين نطلع ولا نروح مكان، احنا قررنا نعمل اكل في البيت. هنعمل ايه؟ هنعمل كبسه. تمام. الكبسه بقى عملنا ايه؟ جبنا البصل وحطينا التوابل عليه وحطينا اللحمه بتاخد صدمه. التوابل كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن يا سيدي قرون شطه حاميه تمام، عشان اللي حاببها سبايسي يعني. حطينا كزبره، كمون، بابريكا، توم باودر، او ممكن تحط توم مفروم لو عايز. تمام. وحطينا ايه تاني؟ وحطينا فلفل اسود وشويه توابل تاني، ممكن توابل لحمه او توابل كبسه موجوده، بس حطيناهم صدمه وهم الصدمه. هنضيف لهم الطماطم دلوقتي وبعد كده نسيبهم شويه لغايه ما تلاقيهم ايه بدأوا خلاص يعني تبقوا لحمه بتاعت افراح زي ما بنقول. فاستنى بقى نحط ايه؟ طماطم. هنبدأ نضيف معجون الطماطم. لو عايزين تضيفوا معلقة صلصة ممكن، بس انا ماريو مش بيحب الصلصة. تمام، يعني ممكن ما ياكلش لو ضفت ربع معلقة، فكده تمام. نديها تقليبة بس عشان كله يتخلط بعضيه واللحمة تاخد من كل حائل، ونسيبها ايه على النار شوية لغاية ما تبدأ اللحمة شبه مستوية، او قاعد لها مثلا 10-15 دقيقة، وبعد كده نضيف لهم الرز والشوربة طبعا عشان يعني نوازي بين المية والشوربة. هنا يا جماعة زي ما انتم شايفين اللحمة شبه استوت، يعني خلاص قربت تستوي، فهنديها 10 دقايق كمان وبعد كده نضيف الرز انا نقعته. تمام. خليته مثلا 20 دقيقة منقوع، وبعد كده صفيناه من المية نهائي وهنضيفه. نسيت اقول لكم ان احنا طبعا بنضيف كاري وكركم والحاجات دي كلها في التوابل. ولما حطيت الطماطم، عصير الطماطم، المفروض ان هو انت بتزيده بعد كده شوربة. عندك شوربة لحمة اوكي، ما عندكش شوربة لحمة ممكن تحط مية عادي. فخليكم معايا لما اضيف الرز هوريكم الشكل بقى عامل ازاي. وطبعا بنحط لومي يا جماعة، اللومي اللي هو الليمون المجفف، بيدي طعم لذاعة كده حلو. فاهمين؟ حطيته برضو مع التوابل والحاجات دي كلها. ابدأ يا جماعة دلوقتي اعمل الكفتة. تمام. معايا عجينة الكفتة ضربتها في الكبة عشان يعني مش هقعد كل شوية يعني اعمل بايدي يعني ايدي بتوجعني. دي لرونا. تمام، بتسلم عليكم. بس هحاول اعمل كفتة اصبحها. بصوا الكفتة انا ما عملتش فيها اي حاجة، حطيتها في الكبة. اللحمة المفرومة يا لولو، ممكن بدل جديتي بجالوستا، ممكن تستني ده
بس حطيت اللحمه المفرومه بس في الكبه، ضفت عليها بقدونس، حاجه بسيطه يعني مش كتير، ملح وفلفل اسود. ولو اللحمه بتاعتكم ما فيهاش نسبه دهون ممكن تضيفوا لها حاجه بسيطه نسبه دهون يعني، تمام. بس وضربتها في الكبه والدنيا. ممكن تضيفوا عليها توابل اللحمه لو حابين، او توابل الكفته لو عندكم. ده الشكل بتاعها. وطبعا البصل اكيد يعني منزوع الميه، ميكونش فيه ميه خالص يعني، كله ضربتوه في الكبه الاول وبعد كده ما فيهوش اي ميه. هوريكم شكلها والنسيج بتاعها عامل ازاي. بصوا النسيج بتاعها عامل ازاي، كل ما تحسوها فيها خيوط كده ده دليل ان هي كويسه جدا يعني، هتمسك ومش هتعوزوا حاجه. انا لا حطيت بيكنج باودر ولا بيكنج صودا ولا حطيت اي حاجه تانية ولا حطيت زيوت ولا اي حاجه، وما حطيتش طبعا نشا والكلام ده كله. انا عايزاها تكون طبيعيه، فهوريكم شكلها بعد ما اصبعها كده تصبيعه حلوه. طبعا ميه البصل اللي احنا عملنا بيها البصل مش بنرميها، دي اللي بنصبع بيها صوابع الكفته، تمام. هصبعها واوريكم وصلنا لايه، تمام. وطبعا لما احط الرز هوريكم برضه. نصبعها هنا يا جماعه، نبدا نصبع الكفته. طبعا انتوا بحجم اللي عايزينه، كل واحد عايز يطلع كام صباع يعني. طبعا نحط ايدنا ممكن في ميه او ميه البصل براحتكم، نصبعوها. نحاول اديها كده شكل. شايفين متماسكه، مش محتاجه حاجه لا نشا ولا غيره. بس ونحطها هنا كده في الصينيه عشان لما نيجي ندخلها في الفرن. اصبعهم كلهم واوريكم في الاخر. وهنا يا جماعه بدانا نصبع الكفته، تمام. ممكن تعملوها الحجم اللي انتوا عايزينه حسب الكميه، عدد افراد الاسره براحتكم، تمام. هنا بحاول اديها كده شكل، تمام. لو لاحظتوا هي اصلا ماسكه، مش محتاجه ان هي يتضاف لها نشا او غيره ولا دقيق ولا الكلام ده كله. طبعا عشان احنا بعد ما بنضربها في المفرمه بنحطها شويه في التلاجة لو الجو حر عندكم. احنا برد يعني، احنا عملناها على طول مش هتسيح، ما تقلقوش. ده الشكل بتاعها. هعملهم كلهم وارجع لكم تاني وتشوفوهم كلهم كاملين بقى. وادي الشكل النهائي للكفته. ندخلها الفرن بقى على حراره 200 مثلا لمده تلت لنص ساعه. ممكن تطلعوها في النص تقلبوها بحيث ان هي تاخد الشكل. فلحظه كده ندخلها. ده الرز بعد ما نقعناه نص ساعه مثلا او تلت ساعه على حسب. انا اول مره اجرب نوع الرز ده هنا، وربنا يستر. احنا رز زي بس اعتقد ان الصوص هيكفي اصلا، ممكن يفيد. فاحنا ممكن نغليه ونغطيه ونخليه على نار هاديه مثلا ربع ساعه، وبعد كده نرجع نشوفه باذن الله يكون طاب والكفته طابت، ونوريكم الاتنين. بص ده الشكل النهائي للكفته، تحفه. شايف لونها؟ مش عارفه، عايزه اقطع لك منها اوريها لك. السخنه فظيعه، ريحتها تحفه. عايش. اللون تحفه. تسلم الايادي. متشكره. وبالنسبه للبلوف، لا بالنسبه للكبسه ما انا كده نفسي في البلوف كده مريم نفسه في البلوف، نبقى نعمل له بلوف. اوريك كده الكبسه. كبسه سعودي مصري اهو. عايزه اوريك اللحمه بس هي سخنه خالص. مصدقين هناكل شايف شربت الصوص كله، شايف؟ والعظم بدأ يطلع من اللحمه خلاص، هرت. شايف اللحمه اتهرت ازاي؟ ده كان كل سنة وانتم طيبين. فلوج العيد المجهد يعني شويتين 3-4 اليوم ثلج بصراحة يعني. مش عارفة ازاي يوم صيف و10 يعني. احنا رجعنا للشتاء ما حضرناش الصيف، فاتنا الصيف ده. لايكك وشيرك وقول لنا رايك يعني. فيديو مش مرتب شوية بس يعني احنا نفسنا مشاهدين يا جماعة جامد يعني. كل سنة وانتم طيبين. انت طيب يا مريم. مع السلامة. باي.